أسوان فريقنا الغالي، أسوان شجعوا ويايا، تشجعوا يا حلالي، أسوان لعبهم ده حكاية. أسوان فريق هلوي كيو هلوم تصلي، روح وعزم وقوة كيو شجعوا بغنيوي. فريق أسوان هليلي، فريق أسوان هليلي. استاد كورة اف ام. انتوا لسه بتسمعوا استاد كورة اف ام مع كريم حسن شحاتة واسلام صابر. استاد كورة اف ام. نرجع تاني لقاء طلائع الجيش واسوان. طلائع الجيش عامل نتائج كويسه قوي السنه دي في المركز السادس برصيد 11 نقطه، وعندهم مباراه مؤجله امام الزمالك. اسوان في المركز ال 13 واربع نقاط، تعادل المباراه اللي فاتت امام الانتاج الحربي، وكان فوز في البدايه في اول ماتش في الدوري على الداخليه 2-0. خليني اقول لكم تشكيل الفريقين. تشكيله كابتن احمد العجوز المدير الفني لطلائع الجيش، عماد السيد في حراسه المرمى، قدامه 2 مساكين معتمد محسن ورشاد فاروق، ناحيه اليمين عصام صبحي وناحيه الشمال عاصم صلاح، في نص الملعب محمد رزق ومحمد اشرف وفرانك ستيفن، قدامهم ثلاثي هجومي احمد صبري احمد عيد عبد الملك ونيكولاس داو. بالنسبه لنادي اسوان تشكيله كابتن عماد النحاس، رضا السيد في حراسه المرمى، حماده السيد ومحمد جبر 2 مساكين، سليم عبد الخالق ناحيه اليمين، احمد شديد قناوي ناحيه الشمال، محمد محسن معتز بالله ومحمد حموده ثلاثي في نص الملعب، وقدامهم ثلاثه برضو محمد خليفه اسلام الفار وعمر بسام. كابتن سامي، متوقع المباراه دي تكون ازاي في الملعب واداء الفريقين؟ بص، هي على الورق المفروض تبقى سهله للجيش، لكن انا بقول لك النهارده المباراه مش هتبقى سهله للجيش. النهارده فرقه اسوان من الفرق اللي هي السنه اللي فاتت كانت حصان الاسود، كانت من افضل الفرق اللي كانت شغاله. يمكن قلنا من الاسبوع ال 22 السنه اللي فاتت هو قاعد في الجدول، يعني اخر 12 او 13 لقاء او 14 في اللقاء ما كسبش غير لقاء، لكن هو كان جمع من بدري قوي. المشكله السنه دي ان هو بدا كويس قوي، بداياته كسب الداخليه، وبعد كده اتغلب من طنطا بتروجيت ومن الاتحاد والاهلي والانتاج. هي هزيمته من طنطا بس، دي اللي كانت مشكله بالنسبه له كبيره جدا، لان طنطا من الفرق اللي هي في الاخر خالص تلاقي نفسك بتصارع معاها من اجل البقاء، فالمباراه بتاعتها بتبقى 6 نقاط. النهارده هو عنده اربع نقاط، بيقابل فرقه طلائع الجيش، فرقه بلا هزيمه، عندها 5 لقاءات منهم 3 فوز و2 تعادل، عندها مباراه مؤجله مع نادي الزمالك. يهمها النهارده ان هي تكسب النهارده 3 نقاط، لان في حاله فوزها النهارده هتوصل 14 بونت. 14 بونت يعني هتوصل تاني دوري. فطبعا ده طموح من زمان جدا ما شفناش للجيش، الجيش ما شفناش في المركز ده نوصل تاني جدول من زمان قوي. كنا بنلاقيها، بنلاقي الاسماعيلي، بنلاقي الزمالك، بنلاقي المصري، بتلاقي بتروجيت، بتلاقي سموحه، بتلاقي فرق كتيره، لكن ما كناش بنشوف الجيش. انك توصل في اول 6 اسابيع او 7 اسابيع تبقى تاني جدول، دي بالنسبه للجيش هتبقى تقيله جدا، لان كان فتره من فترات كبيره جدا الجيش كان بيصارع، تلاقيه في مواسم كده في الفرقه اللي بتصارع من اجل البقاء. السنه دي لما يجمع في الاول كويس قوي، دي مش هيبقى فيها ضغط عصبي عليه، هيبقى فيها اريحيه شويه. فمباراه انا شايفها النهارده مباراه مش سهله للفرقتين، لان اسوان يهمها تطلع من الكبوه اللي هي فيها دي سواء بفوز او تعادل. فنتمنى بس ان احنا تعرف كل المباريات ما فيها اهداف، كل اللي احنا بنستمتع بيها. كابتن شادي، طلائع الجيش واسوان بيعاني شويه من النتائج، وكانت اخر مباراه تعادل، وطلائع الجيش اخر مباراه فوز على الداخليه 3-2 في الدقيقه 93. طلائع الجيش محقق مفاجاه كبيره جدا جدا السنه دي مع الكابتن احمد العجوز. بنتكلم لاعب 5 ماتشات مؤجل له مباراه وعنده 11 نقطه. انت عارف لو كسب النهارده يبقى في المركز الثاني، فده انجاز بعده انجاز بالنسبه للامكانيات الفنيه لفرق تانية كتير. بحيي عليه الكابتن احمد العجوز، اللي انا شايفه عامل حاجه في طلائع الجيش السنه دي، حاجه تحترم. بيعرف من الماتشات المهمه بيعرف يجمع نقاط. يبقى ماتشات وحش قوي تلاقيه كسب المقاولين العرب وهو اداؤه، وهو اعترف بادائه الفني كان وحش. ماتشات تانية بيبقى كويس جدا والمباراه تهرب منه فبيعرف ياخد النقطه. فطلائع الجيش عجبني اداؤه، الفريق بيلعب بسيستم 10/10، وعجبني اللي هو فريق زي ما انا مسميه السنه دي فريق جمع النقاط مع الكابتن احمد العجوز. نتكلم على اسوان، هو مختلف تماما عن السنه اللي فاتت في نوعيه اللعيبه اللي استقطبها فريق اسوان.
في نوعيه الاداء الفني لفرقه اسوان. مش ده اسوان بتاع السنه اللي فاتت خالص. اسوان هيعاني بشكل كبير جدا جدا، وهي دي الحقيقه. حتى لو اللي ماسك الفرقه ممكن يكون صديق واعتز بيه واتمنى له النجاح، لكن الحقيقه الاسوان هيواجه صعوبات كبيره. مباراه النهارده بالنسبه له المفروض حياه او موت. بنتكلم اسوان في المركز ال 13 عنده لعب 6 مباريات، عنده 4 نقاط، صعبه جدا في اسبوع سادس 18 نقطه يبقى عندي 4 بس، صعبه جدا. فاتمنى للكابتن عماد النحاس، وانا شايف المباراه مش هتبقى سهله، لان المباريات اللي انت خلي بالك المستويات الفنيه قريبه. هي دي المباريات اللي انت المفروض تجمع فيها نقاط، لما مش هتدور على الاهلي والزمالك اخد منه، بتبقى مباراه 3 نقاط بالنسبه لك انت فاهم ان هم ضايعين. بحاول وبجتهد، لكن هي دي المباريات اللي انت المفروض بتدور ان انت تحسن موقفك في الجدول. من وجهه نظري المباراه مش سهله للفرقتين، مفيش حاجه اسمها مباراه سهله خلاص. فمباراه طلع الجيش لو اتعامل مع اسوان اللي هو في المركز ده مش وفنيا عادي، فرقه اسوان عاديه، هيواجه صعوبات كبيره جدا. بالعكس بقى فرقه اسوان هتلاقيها بتحترم الجيش جدا، خصوصا النتائج المحترمه، فعشان كده ممكن نشوف مباراه كويسه طيب جدا. توقعك ايه يا كابتن شادي للشوط الاول طلائع الجيش واسوان في تعادل. ملعب طلائع الجيش؟ تعادل. 0-0. كابتن سامي لا انا نفس الموضوع برضه عشان بلعب على التاني، على الشوط التاني. الشوط الثاني. يعني طيب. طيب. دي انا شايف ان هي ممكن تبقى كده، لكن الشوط الثاني ممكن يبقى بس خلي بالك هي مبدئياً أنا القصة هقول لك هي تعادل. الشطاره، انت تقول لي الشوط هقول الاول. لك تعادل طول هي عارف انت الجون بتاع السنه الاخيره؟ انا بتاع السنه الاخيره بس كده أنا تخدعوا المستمعين. لا والله على فكره بتلبسنا بس انت عايز ينزلك وعملت. على فكره انا مش عشان بقول لك إيه؟ عشان تعادل، عشان هو انت متوقع كده؟ لا انا بقول ممكن يبقى الشوط الاول، لكن الشوط الثاني هغير، مش ممكن ما اشتغلش على ايوه التعادل ده. طبعا، وانا ماشي. مش مقتنع اكيد خلاص. على حسب. بس انا عايز اقول لك على حاجه، سيبك بقى من كل ده، الاحمر على الكابتن سامي تحفه والله العظيم. والابيض عليك جميل. طب انا بقى معلش عشان قبل ما انا عندي في شادي 1-0 الاسوان. خلي بالك احنا الثلاثه انا 1-0 الاسوان. 1-0 الاسوان. عندي في شادي. طيب خلي بالك احنا خلاص الثلاثه كده؟ لابسين علم مصر، تعادل اهو. ها؟ ماشي. احمر ابيض وانا لابس اسود. شوف احنا وطنيين ازاي. اهلي زمالك حكام. خلينا نروح لملعب المباراه، استاد جهاز الرياضه، لقاء طلائع الجيش واسوان. طلائع الجيش في المركز السادس 11 نقطه، اسوان في المركز ال 13 4 نقاط. خلينا نروح لاسلام عبد العزيز زميلنا هناك ومعلقنا الرياضي كابتن حسام صديق، ونتابع معاهم احداث الشوط الاول.